يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل عيون في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وايه كمان مره وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين. عارفه ان هي جايه متاخره، بس انا اسفه والله على عدم تنزيل الفيديوهات. طبعا انتوا عارفين سحله العيد، فاعذروني. جايلكم بعد العيد بقى بروتين، بعد العيد روتين بسيط جدا جدا، بس لازم اعمله بعد العيد على طول علشان احافظ على المشقه اللي انا عملتها قبل العيد. فتعالوا كده في اول الفيديو ناخد حسنات مع بعض ونذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج. جايلكم النهارده كده، لو لسه اول مره بتشوفي قناتي يا قلب اختك، يا ريت في اول الفيديو كده تنزلي تحطي لي اشتراك، تضغطي على زر الاشتراك، هيطلع لك 3 خيارات، اختاري الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه، تدخلي تنوريني كده وتكملي عيلتي البسيطه دي. هتبقي اختي وصاحبتي وكل حاجه يعني. بتبقوا من عيلتي البسيطه اللي احنا واحده واحده بنكملها مع بعض. فيا ريت كده جبرا منكم لخاطري، او ربنا يجبر بخاطركم على كل ضغط زر بتعملوها. فلايك جميل. وكمان لو لسه مشتركتيش اشتركي كده يا قلب اختك ونوري عيلتي البسيطه دي. النهارده بقى كده الروتين ده بعمله بعد العيد على طول، او يعني ايامنا كلها روتينات ما بتخلص او التنظيفات ما بتخلص. بس علشان نحافظ على التنظيفه اللي احنا عملناها، في حاجات شويه حاجات كده بنعملها او بنحافظ عليها ان احنا نعملها. فبقوم بقى كده بعد ما العيد يخلص بشوف بقى شقتي محتاجه ايه تنظيفة بقى بعد العيد. كده الولاد بهدلوا، الولاد اكلوا سوداني، الولاد شوية قشرة بهدلهم هنا، ايه الستارة عاوزة تتعدل. ايه رأيكم الأول في الفرشة بتاعة العيد الجديدة دي؟ انا عملت اللي هي الفرشة بتاعة الركنة دي، وجبت الفرشة بتاعة الأرضية. الفرشة بتاعة الركنة كانت من العز صغير عشان ما اكدبش عليكم، بس انا ما صورتش الفترة اللي هي كانت بتاعة العيد الصغير دي. ف فرشتها اليومين بتوع العيد بتوع الصغير، اللي هو العيد الصغير بقى 3 ايام. تالت يوم كانت متشالة. ليه بقى؟ علشان انا ما كنتش لسه جبت الفرشة بتاعة الارضية، فقلت لا انا هشيلها بقى على طول كده وهي جديدة، بحيث اما اجي افرشها في العيد الكبير اكون جبت لها حفظتين كده في الارض يكونوا لايقين عليها ويكون تجديد من كله. فاضل بس اللي انا عاوزه اعمله، بس دي حاجه بس اللي فاضله. يعني انا جبت في عيد الفرشه بتاعه الركنه، اللي هي الكسوه بتاعه الركنه كامله، وكسوة الأرضية في عيد. فاضل لي بس شوية ديكورات كده في الليفينج بتاعي أو الصالة بتاعتي، ويبقى كده تمام التمام. واحدة واحدة كل حاجة بتيجي، واحدة واحدة كل حاجة بتتعمل. أهم حاجة الصبر، ربنا يعني يقف معانا ويكبر خاطرنا ويحقق لنا كل اللي بنحلم بيه كلنا. فهنا بعد ما عملت فرشة الركنة يا بنات، بعد ما جبتها عندي انا كنت طالبة منه حاجات، يعني اللي هو نعملها لي في الفرشة ذات نفسها، في الكسوة ذات نفسها. بصوا انا ايه، بفتح الكسوة هي اللي هي بتاعت الشلت وبقوم شداها. انا كنت قايله له الشلت عايزاها سادة، بحيث ان انا واحنا قاعدين واحنا قايمين ما نبهدلش الدنيا، لكن هو عاملها لي بالبرواز اللي انتوا شايفينه في وشكم ده. شايفين اهو في الوش كده بتاعت الركنة في برواز كده في الشلت داير ما يدور. فانا ما كنتش طالبة البرواز ده الصراحة، بس لما جبتها وفرشتها كنت في اخر رمضان، او ما كانش في ايام اساسا ان انا ارجعها له او اقول له مثلا لا دي كانت غلطة، انا كنت طالبة منك حاجة كذا وكذا. فجوزي قال لي هي حلوة مش وحشة. فانا لما بنقعد عليها والولاد يقعدوا عليها، بحس ان البرواز ده ذات نفسه ما بيتظبطش. يعني انا بقول لو كانت سادة احسن كانت هتريحني اكتر. بصوا انا بظبط اهو البرواز اهو، بيحتاج ان هو يتظبط في القعدة والقومة، فالبرواز ده مكانه بيتغير من قعدتنا احنا. هنا بقى بعاني وانا بحط الشلتة دي لان الشلتة دي كبيرة. وكمان لما لبست الشلت او الفرشة اللي انا عاملاها دي اللي هي الكسوة دي، فضيقت المكان، ضيقت المساحة عندي علشان الشلت كان بالظبط. اهم حاجه بفكرك انك تحطي اللايك، لو لسه محطوش انزلي حطيه لان بيفرق معايا في رفع الفيديو جدا. ولو لسه مشتركتيش نوريني باشتراك يا قلب اختك. هنا بقى ايه، جبت الخداديات دي، والخداديات دي برضو جديده، اللي هي الزرقاء دي قديمه عندي اللي هي بتاعه الركن الاساسيه. فكنت عامله الخداديات، كنت عامله 6 خداديات، كنت طالبه منه 3 شكل و3 شكل، عملهم لي الستة شكل واحد. قال لي عشان القماشه التانية اللي انت كنت مختاراها ما عجبتهوش الصراحه. قال لي لما تيجي تتغسل مش هتبقى الطف حاجه.
فعمل لي ال6 وقال لي بقى ايه ال3 واخد سعرهم و3 يعني زيادة من عنده. اكيد يعني هو بيبقى واخد سعرهم، بس يعني ايه كلام جبر خواطر وكده يعني. إيه مسحت بقى اللي هي المكتبة، ومسحت كمان الترابيزه. وهنا بقى هشيل الفرشه ليه يا ريما؟ انت كنت لسه في شايله في العيد ومسحه تحتيها. بقول لكم احنا يعني ايه اليومين اللي قعدناهم في الشقه، يعني انا ما قضيتش كام يوم في الشقه، لان اول يوم قضيناه انا وولادي نوم، باباهم ما كانش موجود وكان في الشغل. وتاني يوم قضيناه عند عمتهم في الدبيح وكده، كل سنه وانتم طيبين. وتالت يوم قضيناه عند ماما. ورابع يوم اللي قعدناه في الشقة، فباباهم كان موجود بقى ولبس سوداني وكده، فاللي هو الحاجات بتاعت السوداني الخفيفة دي فكان بتطير، فاضطريت بقى ان انا اشيل بقى الفرشة كده. وقلت زيادة نظافة يعني ايه لو حاجة واقعة كده ولا حاجة واقعة كده، وانفض ايه الحافظات كويس. ايه رأيكم في الحافظات؟ هتشوفوها دلوقتي، هفرشها معاكم دلوقتي. إيه قولوا لي ايه رأيكم في شكلها، وايه رأيكم كمان في في الكسوة بتاعت الركنة، هل لايقة بقى على الشقة ولا لا؟ انا حبيت افتح على قد ما اقدر، لان طبعا انا عاملة الدهان ازرق غامق او بترولي او ايا كان، يعني زي ما انتم شايفين كده هو لونه غامق قوي. فقلت افتح بقى على قد ما اقدر في الركنة، في الارضية كده. وعندي كمان ستاير اللي هي رصاصي، قلت افرش مثلا الازرق مرة والرصاصي مرة. جبت بقى اللي هو البريكس ده، وجبت بقى الفرشه بتاعت الشرشوبه، بليتها بس حاجه بسيطه كده وعصرتها، وقمت جايبه بريكس ورحت حطها على الارض كده مباشره من غير ميه ومن غير اي حاجه، علشان يخلي ريحه الدنيا حلوه جميل تحفه 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 يا بنات. الجردل اللي كان في ايدي ده، او اللي هو البتاع ده، عامل 35 جنيه، في الرينج ده 33 ل35، بيختلف بقى السعر من محل لمحل. بيقعد معايا فترة والريحة بتبقى رهيبة، يعني انا عملت بيه البلاط دلوقتي قلب ريحة الشقة. ايه رأيكم بقى في الحافظة؟ الحافظة دي المفروض ان انا اقصى منها جزء. ليه بقى؟ علشان انا عندي الصالة هنا مربعة، بصوا، واضطريت ان انا اجيب حافظة تالتة. انا المفروض ان انا كنت هجيب حافظتين و... وجيت بقى اما باجي احط الحافظتين طبعا بيبقى فيه الفرق اللي هو بتاع البلاط ده اللي بيبقى باين اللي انا بغطيه دلوقتي. فجبت حافظة تالتة قصيتها لأوضة النوم، واخدت منها بقى القطع اللي انا ايه هداريها بقى، الجزء هنا في جزء كمان بيتحط ما بين الارجين وهكذا. بس قولولي بالله عليكم ايه رأيكم؟ انا حاسة كوجهة نظري عجباني جدا لما فتحت في الارضية، وفتحت كمان في كسوة الركنة، حاسة ان تغيير جذري في شكل الشقة، يعني دخلت الشقة كده حاسة ان انا في شقة حد تاني مش شقتي. بصوا بقى انا بقول لكم عاوزه شويه ديكورات وكده، لان الترابيزه طبعا ايه زي ما انتم شايفين كده ساده خالص، معلهاش اي حاجه. كل اللي انا عملته حطيت الكسوه بتاعه الترابيزه، وبشيل الورد والحاجات والخرز والحاجات بحطها في قلب الكسوه، وبقوم حاطه الازازه فوقيها، فاهمني؟ يعني الازازه فوق فوق الكسوه ذات نفسها. هنا بقى جيت على الجزء ده من الصالة، انا مش هشيل هنا لان انا كنت شايلة هنا اللهم ذكرني الحافظة دي كنت شايلاها امبارح ومنفضاها. فقلت لا انا هكنسها بس كده، وشوية التراب ولا شوية اي حاجة، اي حاجة موقع عليها كده هكنسها بس كده بسيط، وخلاص هيبقى كده تمام التمام. شلت بقى كل حاجة في الصالة، كان في برضو الولاد كانوا اكلين تفاح، كان مكان اكلهم، وكل حاجة بقى ايه ظبطتها كده، ومسحت الترابيزة. وهنا عندي المصليات دي عندنا كل حد فينا، يعني الناس بتحب تصلي بمصلية معينة. احمد بيحب يصلي بمصلية معينة، انا بحب اصلي بمصلية معينة، ولما بنيجي نصلي كلنا في وقت واحد فبنضطر ان احنا ايه مثلا نستخدم 3 مصليات 4 مصليات على عددنا، وهكذا. فهتلاقوا مصليات كتير يعني طالعة. وكمان حتة تانية، اللهم ذكرنا كنت هقول لكم ايه، نسيت صراحة. الاسدالات والجلابيه بتاعت احمد، وده كله طبقته برضه وشلته، لان طبعا انا بلبس اسدال في الصلاه وريماز تلبس اسدال، احمد لو لابس شورت فبيضطر ان هو يلبس جلابيه فوق الشورت، وهكذا يعني. فتلاقوا الدنيا متلعبكه شويه عندي ما بين الصلاه وما بين الصلاه، يعني هما ساعات بيحطوا الحاجه كده وما بيشيلوهاش. فظبطت الدنيا على قد ما اقدر، وقمت جايبه بقى المقشه كده، وكنست بقى اي حاجه انا شايفاها كده على الركن، حاجات بسيطه جدا يعني، حاجات لا تذكر كده كانت موجوده على الحافظه قصدي، على الارضيه ذات نفسها.
وظبطت الدنيا على قد ما اقدر بحيث ان انا احافظ على النظافة اللي انا عملتها. يعني كان في جهد كبير جدا قبل العيد. وكمان شلت الكشن، اللي هي لو تلاحظوا الكشن الفروة انا ما حطيتهاش تاني، او الخديات الفروة انا ما حطيتهاش تاني، دي بشيلها بستبعدها تماما طول السنة، وبفرشها بس او بحطها بس على الركنة اليومين اللي هما بتوع العيد بس فقط. يعني العيد يعدي من هنا لازم يتشالوا، بحيث بقى ان انا مش هغسلهم. لما بيتغسل الفرو بتاعهم بيبوظ، وملهمش اساسا اهتمام، او ليهم مثلا هقول لكم ايه، مش عارفه اجيبها لكم ازاي. يعني مش عمليين، يعني بمعنى اصح ان هم يتحطوا في الايام العاديه. هما الخداديتين وخلاص، اللي هما بيبقوا على الركنه وخلاص في الايام اللي هي العاديه الدايمه دي، لان احنا كل قعدتنا على الركنه فبنعوز مساحه كبيره في الركنه، فدول بيبقوا واخدين مساحه من الركنه، وهكذا طبعا انتوا عارفين. وجاءت لحظة يعني بستناها في كل روتين. هنا كنت جايبة الإزازة بتاعة المعطر عشان أرش، لقيتها اللي هي فاضية فيها شوية صغنطاطين كده، أنا بحب أحتفظ بيهم لأني بحتاجهم في حاجات تانية، ما برميهاش ازايز المعطر دي. فكنت جايبة واحدة لسه كانت جديدة في التنظيفات بتاعة العيد، جبتها بقى ورشيت وتشي تشي تشي في المكان، وعرش على قد ما تقدري يعني، خلي الدنيا تفحفح كده. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، استنوني في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله.